تفكير اي زملكاوي دلوقتي موسم انتقالات الزمالك هيبقى عامل ازاي؟ هل هنرجع بن شرقي ولا نرجع طارق حامد ولا محتاجين باك شمال؟ لا احنا محتاجين مهاجم اجنبي اهم، لا محتاجين مدافع. والحقيقه ان الزمالك محتاج صفقات بالفعل كتيره جدا، ولكن نظرا للحاله الماديه فمليون في المية جوميز هيفكر بطريقه مختلفه، لان مش هيبقى عنده الرفاهيه الكامله في اختيار الصفقات وفي تعدد مراكز لعيبه كتيره. وبالتالي دي اكتر حاجه جت في دماغي، هو جوميز هيفكر ازاي في موسم الانتقالات بتاعه، وايه هي الاولويه في المراكز بالنسبه له، وايه هي المراكز اللي ممكن يحتاج فيها لعيبه اجانب، والمراكز الثانيه اللي هيحتاج فيها لعيبه محليه. لان بصراحه الراجل في موقف لا يحسد عليه تماما. سكواد الزمالك عباره عن ان هو مقسوم نصين، النص الاولاني مكون حوالي من 13 او 14 لعيب بالكتير تقدر ان انت تعتمد عليهم، وهم اللي شالوا الزمالك بالفعل في الموسم اللي فات او في الموسم اللي احنا لسه شغالين فيه. لكن الجزء الثاني لعيبه بروميسنج، لعيبه شباب لسه محتاجين يتعلموا اساسيات كتيره جدا في الكوره، وشفناهم لما شاركوا مع الزمالك في الفتره الاخيره اكتشفنا ان هم ناقصهم حاجات كتيره جدا جدا، محتاجين لسه يبقوا موجودين، لكن لعيبه عندها حاجه. في بقى جزء في النص في سكواد الزمالك، وده فيه لعيبه كتيره جدا اكتر، حوالي من 10 لعيبه موجودين في النص كده، لا هم كواليتي عالي يقدروا يشيلوا الزمالك ويقدروا يكملوا للموسم الجاي، ولا هم لعيبه الشباب حتى مع شويه اساسيات او شويه شغل هتقدر ان انت تشتغل عليهم. بالعكس في جزء في النص جديد جدا زي موتيابا، زي نضاي، زي سامسون، وده بالفعل اللي الزمالك بدا ان هو يمشي منهم ناس، وهيمشي منهم كتير الفتره الجايه. عشان كده اكتر حاجه جت في دماغي هو جوميز هيفكر ازاي في موسم الانتقالات بتاعه. مليون في الميه الزمالك محتاج مهاجم ومحدش يختلف على ده، لكن نوعيه المهاجم اللي جوميز هيحتاجها في الموسم الجديد هتبقى عامله ازاي؟ وعشان نفهم ده اكتر ونفهم نوعيه الصفقات اللي جوميز هيفكر فيها، لازم نفهم طريقه الزمالك مع جوميز عامله ازاي بشكل مبسط جدا. طريقه جوميز مع الزمالك طبعا زي ما احنا عارفين 4-2-3-1 بتبقى بتعتمد بشكل اكبر في الجزء الهجومي ان دايما الوينجين سواء زيزو او مصطفى شلبي يحاولوا بقدر الامكان يضموا لجوه عشان فتوح وعمر جابر يطلعوا من على الاطراف. والدليل على كده ان عمر جابر وصل النهارده انه يبقى هو اعلى لعيب في الزمالك في الدوري، مش صنع اهداف برصيد 6 اهداف، وده رقم تقريبا ما اعتقدش ان عمر جابر وصل له قبل كده، لان الراجل مدي حريه كامله لعمر جابر ان هو يتحرك في الجزء ده سواء هو او فتوح. لكن انت اوقات كتير ما بتشوفش فتوح هنا نتيجه ان بيبقى مع عبد الله السعيد هو اللي موجود. عبد الله لو مش موجود وبره اللعب خالص بتلاقي ان فتوح دايما هو اللي بيمسك الجزء ده من نص الملعب وبيبدا بيشارك فيه، وبيخلي مصطفى شلبي هو اللي على الطرف. وبالتالي الشكل ده بتاع الزمالك دايما هيبقى محتاج مهاجم مش زي سيف الجزيري، لان الزمالك بيرفع عدد عرضيات كبيره جدا 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 على مستوى الهجومي. وبالتالي الاولويه لجوميز في رايي رقم واحد هو مهاجم قوي جوه الصندوق بيعرف يتمركز صح وبيعرف يلعب بدماغه صح، لان الجزئيتين دول ناقصين سيف الجزيري بشكل كبير جدا، لان الراجل لا بيعرف يهدف براسه بشكل مميز ولا بيعرف يتمركز جوه منطقه الجزاء. جوه سيف الجزيري في سرعته وان دايما الكره بتتلعب له في مساحه بيقدر هو يستغلها بشكل كويس وبيتالق الحقيقه في الموضوع ده. وده كان سبب من الاسباب ان اول ما جوميز جه لو تفتكر ان كان الاعتماد الرئيسي في الاول على ناصر منسي، لان هي ده الهيكل او ده الشكل اللي جوميز بيحاول ان هو يدور عليه في مهاجم جوه الصندوق قوي بيلعب براسه بشكل مميز عكس سيف الجزيري. لكن مع الوقت طبعا وكواليتي ناصر منسي اللي اقل بكتير جدا من المتوقع فخلى ان سيف الجزيري بدا يكون ليه فرص مع جوميز. الشكل اللي جوميز عايزه المهاجم القوي الفينشر القوي اللي ناقصه الزمالك عشان يقدر يستغل عرضياته بشكل كويس ويقدر ان هو يهدف للزمالك، اعتقد ان هو مش هيبقى موجود جوه مصر. وبالتالي لو احنا هنتكلم على اول صفقه هتبقى موجوده اللي الزمالك محتاجها بشكل بالبروفايل اللي احنا اتكلمنا عليه مهاجم قوي، هيبقى لازم يكون مهاجم اجنبي مش موجود البروفايل اللي احنا اتكلمنا عليه بالكواليتي اللي يستحقه الزمالك موجود جوه مصر. تاني صفقه هنتكلم عنها لو تفتكر شكل الزمالك لما كنا بنتكلم عليه ان الزمالك محتاج وينج، طبعا ده مليون في الميه. انا بكلمك بالاولويه اللي جوميز اعتقد هيفكر فيها بشكل كبير جدا، ان تاني حاجه الزمالك هيبقى محتاج وينج نظرا للظروف الماليه اللي بيمر بيها الزمالك. فالزمالك هيبقى محتاج وينج بيعرف يلعب وينج شمال ووينج يمين، لان انت مش بس محتاج حد بديل لمصطفى شلبي او يعني يبقى اساسي ومصطفى شلبي يبقى بديل، انت محتاج حد يلعب كمان ناحيه اليمين، لان زيزو مثلا لما اتصاب في فتره من الفترات في الموسم ومع اصابه شيكابالا ما كانش عندك حد في الحته دي قوي يقدر ان هو يبقى بديل لزيزو. وبالتالي انت هتبقى محتاج وينج كده زي بالظبط من رضا سليم مع الاهلي اللي بيعرف يلعب في اليمين بيعرف يلعب في الشمال، الراجل بيأدي هنا وبيأدي هنا. الزمالك محتاج كواليتي بالشكل ده، وطبعا مليون في الميه لو الكواليتي ده في واحد زي بن شرقي والزمالك قدر انه يخلص معاه بالاخص ان هو لعيب فري، فطبعا هيبقى الزمالك وفر على نفسه كتير جدا
ثالث مركز جوميز هيبقى بيدور عليه بالترتيب كده زي ما اتكلمنا، فهو هيبقى مركز المدافع. يبقى حد الزمالك عنده المسلوسي، عنده حسام عبد المجيد، عنده الونش ربنا يرجعه بالسلامه، هيبقى فاضل له مدافع كمان. لكن البروفايل اللي بيدور عليه جوميز زي ما طبعا كلنا عارفين، مدافع بيلعب بالكوره من تحت، يعرف يطلع بالكوره، بروفايل كده زي احمد رمضان بيكهام. وبالتالي الزمالك ممكن في المركز ده بما ان عنده الى حد ما كواليتي المركز ده مميز، فنقدر ان احنا الصفقه اللي تبقى موجوده كمدافع ممكن جوميز يرضى بيها كمحلي، مش شرط ان يبقى لعيب اجنبي، برضه نظرا للحاله الماديه اللي بيمر بيها الزمالك اللي دايما هتبقى معانا طول الحلقه في اختيار الصفقات. رابع مركز ممكن جوميز يبقى بيفكر فيه هو مليون في المية الباك الشمال. احمد فتوح على مستوى هايل جدا، لكن بيغيب واصاباته متكرره وبيغيب كتير عن الزمالك، وبالتالي في مركز الباك الشمال انت هتحتاج حد بكواليتي اقل شويه من احمد فتوح، لكن راجل يجي يلعب وهيشارك بشكل كبير جدا في الموسم نظرا لاصابات فتوح. مش هينفع هنا تعتمد على حسن ابو المعاطي مثلا او اي لعيب شاب يبقى موجود مع فتوح، لان فتوح بيغيب كتير، محتاج مركز مكانه. وبالتالي هنا برضو المركز اللي هتجيبه كباك شمال انت هتحتاج فيه لعيب محلي، مش محتاج تماما اسحاق يعقوب زي ما الاسم ده كان انتشر في وقت من الاوقات، مش هتحتاج نجويم بتاع مودرن فيوتشر، لان اللعيبه دي لعيبه اجانب هتاخد منك مركز اجنبي موجود في القايمه. بالاضافه ان هو كلاعب هو طبيعي فتوح هيلعب على اي لعيب من باك شمال موجود الزمالك هيجيبه، لان فتوح عنده كواليتي هايله جدا مش موجوده في مصر. وبالتالي المركز الباك الشمال اللي انت هتجيبه هتحتاج يبقى اللي هيجي فيه يبقى بديل لفتوح. واهم حاجه في اختيار الباك الشمال اللي الزمالك هيبقى بيدور عليه، او حتى الباك اليمين لو الزمالك هيجيب بديل لعمر جابر، وطبعا الزمالك محتاج برضه في المركز ده، لكن الحقيقه اهم حاجه هيدور عليها جوميز او هيفكر فيها جوميز ان اللي بيلعبوا في المراكز دي تبقى لعيبه عندها سرعه ولعيبه هجوميه. حتى دليل على كده لو تفتكر لما فتوح كان مصاب كان دايما جوميز بيفكر انه يلعب نضاي، وجربه في اكتر من ماتش واداله في اكتر من ماتش. بيلعب لعيب زي محمد عاطف، عايز برضو لعيب يبقى هجومي بشكل كبير وسريع يقدر ياخد يروح ويجي في الحته دي، مش مثلا من المدربين اللي فكر ان هو مثلا ناحيه الشمال فتوح مصاب هشارك مثلا لعيب زي الزناري مدافع يقفل الحته دي ورايح دماغي. هو دايما بيدور على لعيب هجومي يبقى سريع يقدر ان هو ياخد الخط رايح جاي، سواء حتى في الناحيه اليمين او حتى في الناحيه الشمال. وبالتالي ده شكل البروفايل اللي برضه جوميز هيختار عليه الباكات. خامس مركز ممكن جوميز يكون بيفكر فيه هو لعيب نص ملعب، بس الحقيقه ان لعيب نص ملعب اللي الزمالك سمعت بيتفاوض معاه زي مثلا محمود جهاد، لعيب هايل جدا لكن دستروير بشكل كبير جدا، بيقطع وبيلعب برقم 6، لكن بشوف ان الزمالك محتاج لعيب كوير يقدر ان هو في نص ملعب بوكس بوكس، لعيب رقم 8. الزمالك محتاج بروفايل كده زي فرجاني ساسي. عبد الله السعيد بيأديها بشكل كويس جدا، لكن انت مع تلاحم الماتشات في الموسم الجديد ومع المنافسه في اكتر من بطوله، وجود عبد الله السعيد لوحده في المركز ده مش هيكفي الزمالك بشكل كبير. بالاضافه مع وجود شحاته اللي شحاته بنسبه اكبر بيبقى برضه بيشارك كمركز 6، الزمالك هيبقى في الحته دي محتاج لعيب رقم 8، لانه ناصر ماهر واحمد حمدي الثنائي لما شاركوا في المركز ده ما كانوش في افضل حالاتهم لما بيطلعوا المركز 10 بيبقى بشكل افضل. وبالتالي برضه انت هتحتاج حد هنا يبقى بديل لعبد الله السعيد مع شحاته في الجزء ده، فانت برضو الصفقه اللي هنا دي ممكن تكون محليه بشكل كبير جدا. وبالتالي بشكل عام الزمالك لو هيصرف على لعيبه اجانب او هيجيب لعيبه اجانب، لازم اللعيبه الاجانب اللي هيجوا يبقوا بشكل مضمونين بنسبه 70-80%. الحقيقه ان الزمالك مش في حمل اطلاقا لاعبين لسه يجوا تجربهم زي نضاي زي سامسون زي موتيابا. الكواليتي ده من اللعيبه الزمالك دلوقتي مش في رفاهيه انه يجيب لعيب يقدر ان هو يجربه، الزمالك ما عندوش الرفاهيه دي. الزمالك محتاج كواليتي لعيبه تيجي تبقى نسبه نجاحها معروفه، لعيبه زي ما الزمالك كده راح جاب فرجاني ساسي، راح جاب بن شرقي، لعيب معروف انه اول ما هينزل هيفرق بشكل كبير جدا في سكواده وفي شكل الزمالك في الملعب. اللعيبه البروميسنج اللي الزمالك ممكن يدور عليها تبقى لعيبه محليه، على الاقل ان جوميز هيبقى شافهم في الدوري، عارف مميزاتهم عارف عيوبهم، هيقدر ان هو يشتغل عليهم، لعيب شافه بعينه في اكتر من مره في الملعب في الفرق المختلفه. وبالتالي لو هنتكلم على لعيبه الزمالك ياخد الريسك ويجرب فيهم ويشوف هل هينفعوا هيأدوا ولا لا، يبقى بالشكل ده مع لعيبه محليه. لكن الزمالك لو بكل فلوسه اشترى لعيبه اجانب مضمونه هتفرق بشكل كبير جدا 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 مع جوميز ومع الزمالك الفتره الجايه. واهم حاجه زي ما اتكلمنا ان مهم جدا في اختيار الصفقات للزمالك لعيبه تكون متنوعه تلعب في اكتر من مركز، ده هيوفر كتير على جوميز وعلى اداره الزمالك. الحقيقه دي كانت حلقه سريعه بحاول افكر معاكم جوميز هيفكر ازاي في صفقات الموسم الجديد وفي اولويه المراكز زي ما اتكلمنا.
مهاجم رقم 1، وينج شمال رقم 2، رقم 3 مدافع، رقم 4 باك شمال، رقم 5 خط وسط. بالترتيب وبالاولويه دي الزمالك هيبقى محتاج في كل مركز حوالي 2 لعيبه، ممكن لعيب اجنبي وجنبه لعيب مصري زي ما اتكلمنا، يبقى بروميسنج، يبقى جاي مع الفرقه الفتره الجايه ويقدر ان هو يشتغل. بالاضافه للعيبه الشباب، مهمه جوميز مش سهله تماما، مهمه الاداره كمان في توفير الفلوس وفي توفير العامل المادي برضه مش سهله، ولكنها مهمه وضروريه جدا، عشان ما ينفعش اطلاقا الزمالك يدخل الموسم الجديد بنفس سكوادو الموسم اللي فات او حتى اقل. دي كانت حلقه سريعه عن تفكير جوميز في صفقات الزمالك الفتره الجايه. ان شاء الله الزمالك يعمل موسم الصفقات قوي باذن الله. اشوفكم على خير الحلقه الجايه. سلام.